لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وكونوا مع الصادقين في عبادة الله جل وعلا، وكونوا مع الصادقين في عباد الله. اصدقوا الله عز وجل فيما كلفكم به وفي عبادته. اعبدوا الله جل وعلا مخلصين له الدين غير مرائين في عبادته ولا مسمعين. امتثلوا أمره طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه، واجتنبوا نهيه خوفا وحذرا من البعد عنه والوقوع في عذابه وعقابه. ولا تبتغوا في عبادته جل وعلا أن يراكم الناس على عبادة أو عمل صالح أو يسمعونه فيمدحونكم عليه، فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. أيها المسلمون، إن الصدق في كل شيء مع الله ومع الخلق بجميع أنواعه وأشكاله محمود، وإن الصادق عند الله وعند خلقه محبوب. إن الله جل وعلا يرفع ذكره ويزيد أجره، ومن أبين الأدلة على ذلك ما يحصل من ثناء الناس على الصادقين في حياتهم وبعد مماتهم، فأخبارهم مقبولة، وأماناتهم موثوقة، وآثارهم بين الأجيال منقولة. قد أفلح الصادقون وخاب الكاذبون. قد أفلح الصادقون وخاب الكاذبون. الصدق عباد الله باب الله الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من سكان النيران. والصدق عباد الله سيف الله تعالى في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه صاغرا وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، هكذا وصفه العلماء. وهو الباب الذي دخل منه الواصلون
إلى حضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى. فهو إذن أساس بناء الدين، أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تلي درجة النبوة التي هي أعظم وأعلى وأشرف درجات العالمين. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان قاطبة أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله جل وعلا يمدهم بأنعمه ورعايته وألطافه ومزيده إحسانا منه جل وعلا وتوفيقا، إحسانا منه سبحانه وتعالى وتوفيقا. ولهم مرتبة عظيمة سامية هي مرتبة معية الله عز وجل معهم، أي أن الله معهم في كل شيء، لأن الله عز وجل قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن الله مع الصادقين. وأكثر من ذلك عباد الله، لهم منزلة القرب منهم سبحانه وتعالى، إذ درجتهم درجة الصادقين تلي درجة النبوة، تلي الدرجة بعد النبيين أو درجة النبوة. فقال تعالى: مع النبيين، ثم ثنى بالصديقين، وجعل الشهداء في المرتبة الثالثة، ثم بقية الصالحين. وقد أخبر جل وعلا أيها المؤمنون أن من صدق الله عز وجل ولم يراوغ ولم ينافق فإن ذلك خيرا له، والله عز وجل معه، وخاصة عند الامتحان والابتلاء. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا لهم. والصدق عباد الله من صفات عباد الله المصطفين الأخيار الأبرار، وفي طليعتهم الأنبياء ومن صار على هديهم واقتفى آثارهم. يقول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام مخاطبا نبيه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن ابنه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقال عن إسحاق ويعقوب: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال عن إدريس عليه السلام: